ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومبسوطين وانتوا بتشوفوا الفيديو النهارده. النهارده هكلمكم عن شرايح فيت الشمعيه. بس طبعا قبل ما ابدا الفيديو احب افكركم حطوا لايك للفيديو، وكمان اشتركوا في القناه بالضغط على زرار الاشتراك الاحمر او السبسكرايب اللي موجود تحت الفيديو عشان تنضموا لعيله كنزي ستارز، وكمان فعلوا الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلكوا على طول. تعالوا بقى نفتح العلبه دي ونشوف ايه اللي موجود فيها. هي دي الشرايح، وكمان بيجي معاها مناديل بالمنظر ده. تعالوا بقى نشوف اللي مكتوب على العلبة. اوكي، مبدئيا الشرايح فيت دي انا جايباها للوجه. هو في منها 3 انواع للوجه، وفي للجسم، وفي نوع تالت. على العموم خلينا نشوف النوع اللي معانا ده. هو مكتوب عليها ان هي للشفة العليا والخدين والدقن. بالنسبة لي انا عادي بستخدمها للحواجب برضو، بس في معلومة خدوا بالكم منها. وانتوا يعني بتستخدموا الشرايح دي للحواجب ركزوا وخدوا بالكم كويس جدا، عشان لازم تكونوا مركزين، عشان لو مركزتوش ممكن ان انتوا تشيلوا الحاجب كله. فاهم حاجة التركيز وانتوا تستخدموها للحواجب. تمام. هي عموما للبشرة الحساسة، لو خدتوا بالكم هو مكتوب عليها ان هي للبشرة الحساسة. وبالنسبة للمناديل دي، المناديل دي بزيت اللوز وكمان فيتامين اي. بصوا معايا هنا، هو على العلبة هنا كاتب ان في 20 شريحة شمعية، بس انا اللي موجود معايا دلوقتي 12. طبعا اكيد هتسألوني ازاي 12، لان اللي انتوا شايفينهم دول 6. هتقولي مثلا هو 1 2 3 4 5 6. هقول لكم لا، مش 6، دول 12. ليه؟ لان دي زي ما انتوا شايفين كده، شايفين يعني دي لما بتتفك دي لوحدها شريحة، والناحية التانية دي برضو لوحدها شريحة تانية. تمام، فيعتبر ان دول شريحتين. تمام يعني فاهميني؟ فهم بيحسبوها بالطريقة دي. على العموم انا لما جبتها ما كانتش 20، كانوا 12 زي ما انتوا شايفين، لان ساعتها في الصيدلية قال لي ان هو يعني باع منهم وهم دول اللي موجودين، فانا اشتريتهم كده، وساعتها حتى خفض لي في تمنهم. مش فاكره ساعتها جبتهم بكام، بس عموما العلبه كلها سعرها 50. طبعا هنا مكتوب ان في 4 مناديل اللي هما بيكون فيهم زيت اللوز وفيتامين اي. انا طبعا عندي هنا 2. تمام. في حاجه مهمه جدا عايزاكم تاخدوا بالكم منها لما تيجوا تشتروا شرايح فيت. بصوا هنا تاريخ الانتهاء. تاريخ الانتهاء مكتوب امتى؟ 10 شهر 10 2021. خدوا بالكم عشان في ناس بتشتري الحاجة ما بتاخدش بالها من تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء، عشان دي حاجة مهمة جدا، وخصوصا الحاجات اللي هنحطها على بشرتنا كده. انا بس حبيت الفت نظركم للموضوع ده، عشان معظم الناس بتجيب الحاجة كده وخلاص ما بتاخدش بالها من تاريخ انتهاء الصلاحية. فدي حاجة مهمة لازم ناخد بالها منها، عشان دي بشرتنا واحنا لازم نحافظ عليها. بصوا بقى يا بنات، بالنسبة لطريقة الاستخدام، اول حاجة بنفصل الشريحتين دول عن بعض زي ما وريتكم في اول الفيديو، ان دي شريحة لوحدها ودي شريحة تانية لوحدها. فبنفصل الاتنين عن بعض، وبنبدأ ان احنا بعد كده بنحطها على المنطقة اللي احنا عايزين نشيل منها الشعر. ومثلا اتجاه نمو الشعر بيكون كده، فاحنا بنبدأ ان احنا نضغط مع اتجاه نمو الشعر بالشكل ده. تمام. لما نيجي بقى بنشيلها ازاي؟ بنشيلها عكس اتجاه نمو الشعر. لازم نستخدمها بالطريقة دي علشان الشعر يتشال وما تلاقوش ان في بواقي شعر. دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا بنستخدمها يعني مرة واحدة بس، بمعنى يعني المنطقة حطيت عليها الشريحة دي وشلت منها الشعر، ما ينفعش بعد كده ارجع احط شريحة تاني على المنطقة واشيل منها شعر تاني. ليه؟ عشان كده ممكن البشرة تلتهب. بعد ما بنخلص بنستخدم المناديل دي عشان نشيل اي بواقي للشمع، وكمان علشان هدي البشرة. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان المناديل دي فيها حاجات مفيدة، اللي هو زيت اللوز وفيتامين اي، فحاجات مفيدة جدا لبشرتنا. وبعد ما نخلص هنحط تلجاية على البشرة عشان تهدى وما يحصلش اي التهابات. بس كده. في معلومة حابة اكد عليها. لما تيجوا
تشيلوا الشعر اهم حاجه تكونوا غاسلين ايديكم كويس جدا بالميه والصابون عشان ما يكونش فيه بكتيريا او اي حاجه في ايديكم، عشان لو ما غسلتوش ايدكم بالميه والصابون قبل ما تشيلوا الشعر هتلاقوا بعد كده ان بيطلع لكم حبوب في بشرتكم، فخدوا بالكم من الموضوع ده. بس كده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. طبعا لو عجبكم الفيديو شجعوني بلايك، وكمان هسيب لكم لينك حسابي في الانستجرام تحت في اول كومنت. خشوا على الانستجرام وتابعوني، لان انا هعمل فيديو قريب اسئله واجوبه، وهاخد من الاسئله اللي انتوا هتسالوها لي على الانستجرام، وهعمل بيها فيديو على اليوتيوب اجاوب فيه على اسئلتكم. وكمان اكتبوا لي تحت في كومنت افكار لفيديوهات حابين ان انا اعملها لكم. انا بشوف كل الكومنتات الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي وبرد عليها. بس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. بحبكم بعدد نجوم السما. مع السلامه.